United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. دور تشوف وضعك منين تحاصر فنزويلا نهائيا وتغير نظام فنزويلا. الدور تشوف شيء يخرج في المحروقات والغاز. الدور تشوف كاكم طيبوا عليه الجمر، لأن الجزائر قاطعة الغاز والمحروقات على بوليزاريو من 2004، وذا اللي تعطيكم هذاك راه ما عطيتكم لك حال عيونكم، راه مخلصتوا لها فنزويلا باللي بيه في السوق الدولية. أنا غنشرح لكم الإخوة الكرام علاش بالضبط. الأخ علي باريش بلا ما تكلف، شكرا بزاف، كل شيء واضح كل شيء باين. هاد الإخوان راه سايرين كيطيحوا بواحد وأكثر من ذلك. زيد. الشوارع الإيرانية في احتجاجات هي الأكبر منذ العام 2022. بدأت من أسواق طهران احتجاجا على انهيار الريال الذي سجل هبوطا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، وتحولت إلى غضب شعبي شامل يطالب بإسقاط النظام. بعد اعتقاله لمادورو، ترامب يوجه أنظاره إلى إيران ويحذر من قتل المتظاهرين. من بقي ليتكلم باسم الصحراويين؟ عمي تبون طبعا. الرئيس الأمريكي ترامب دخل على الخط بتهديد صريح أن واشنطن ستتدخل إذا قتلت طهران المتظاهرين. مادورو، إيران، انهيار العملة، هاد الشي كيبان باللي العاصفة ماشي غير في المحيط الأطلسي، فرانسيس كاينة حتى في راس تبون. نرى في وكالة أنباء رسمية، يعني ما نروحوش إلى وكالات يعني خاصة أو أمر مثل هذا، وكالة أنباء رسمية لبلد ما، يعني واش تقول على قضية ما حدث مع نيكولاس مادورو اليوم. احنا كنا نظن أنه اعتقال، ربما البعض يسميه اختطاف إذا كان ضد، كل واحد كيف يسميه. نشوفوا هذه وكالة الأنباء كيف سمت ما حدث مع نيكولاس مادورو. في فنزويلا تم اليوم توقيف الرئيس نيكولاس مادورو واقتياده رفقة زوجته إلى خارج البلاد من طرف القوات الأمريكية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وأوضحت وسائل إعلام محلية بأن عددا من الانفجارات سمع دويها بالعاصمة. النظام تاع المبادئ والنظام تاع القيم والنظام تاع رفض التدخل الأجنبي وكذا وغيرها من الترهات، اليوم بعدما حدث مع نيكولاس مادورو، التلفزيون العمومي نقلا على وكالة الأنباء الجزائرية يتكلم لنا على توقيف نيكولاس مادورو ونقله إلى الخارج. هذا راه رئيس تاع بلد حليف مع النظام الجزائري، بلد أيضا يدافع على القضايا، عدم الانحياز، السيادة، حق الشعوب في تقرير مصيرها، خصوصا حق شعب ما يسمونه الشعب الصحراوي والجمهورية العربية الصحراوية في تندوف. يعني الآن اكتفوا بأنه يتكلموا على توقيف، ليس حتى اعتقال. قال اعتقال ولو أنه المفروض أنه بلد مساند لفنزويلا ومساند لهذه الروايات تاع السيادة وغير ذلك، يقول لك اختطاف، يقول لك اعتداء على السيادة على الأراضي. إلى حد الساعة لا وجود لأي بيان للخارجية الجزائرية. United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. الدور تشوف وضعك منين تحاصر فنزويلا نهائيا وتغير نظام فنزويلا. الدور تشوف شيء يخرج في المحروقات والغاز. الدور تشوف كاكم طيبوا عليه الجمر، لأن الجزائر قاطعة الغاز والمحروقات على بوليزاريو من 2004، وذا اللي تعطيكم هذاك راه ما عطيتكم لك حال عيونكم، راه مخلصتوا لها فنزويلا باللي بيه في السوق.